السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى إن شاء الله هعمل معاكم طريقة اللفت المخلل بطريقة سهلة، إن شاء الله تعجبكم وفي أسرع وقت إن شاء الله تاكلوا منه. بس يا ريت لو انتوا أول مرة تشوفوني بقى متنسونوش في اللايك وفي الاشتراك علشان يوصل لكم مني كل جديد، ولو عجبكم بقى الفيديو متنسونوش في اللايك. هنا بقى جبت اللفت اهوت، بمسكه الأول انضفه كده، بقطع العروق اللي فوق ديًا كده، باسيب بس شوية عروق كده من فوق منه عشان ديًا بتتخلل بردك ويبقى طعمها حلو في التخليل. بانضف بقى أي حاجة بقى منه وحشة كده، ورقة مش نضيفة، باشيل بردك ال الحاجات اللي هي الطابولة في من تحت ديًا عشان بتبقى ناشفة ما ينفعش تتخلل. زي ما انتم شايفين كده اهون، لازمًا ننضفه كده حلو. ولما نيجي نشتري الليفت نشتري الحجم المتوسط ده كده، ما نشتريش الحجم اللي هو الكبير قوي ده عشان بتلاقوه شيخ كده وناشف. وبرضك لما تيجي تشتري بردك الليفت، في الليفت بيبقى لونه احمر قوي كده، انصحكم يعني ما تشتريهوش عشان انا اشتريته ولقيته كله ناشف، والصراحه لما مسكته رميته ما عجبنيش. بقطع بقى اهوت اللفت زي ما انتوا بقى عايزين تقطعوه بالطريقه اللي انتوا عايزينه كبير صغير، زي ما انتوا حابين تقطعوه قطعوه. وبرضك لو عايزين تقطعوه بالقطاعه بتاعه البطاطس دي تقطعوها بيها. انا بقى هنا بقى مسكته نضفته اهوت وقطعته اهون زي ما انتوا شايفين كده بالشكل دوت. هقطعه كله كده، والعروق دي بردك ما برميهاش، بتبقى طعمها حلو قوي في التخليل. وبرضك في ناس بتحب تحشي الورق بتاع اللفت دون. انا الصراحه ما جربتوش، بس في ناس بتقول طعمه حلو يعني في الحشو كده. هبقى اجربه برضك واوريكم انا بحشيه ازاي. عندي برضك القطاعية اللي هي بتاعه البطاطس دي، بس انا ايه الصراحه يعني ما كانش عندي وقت ومليش يعني خلق ليها، فقلت السكينه احسن واسرع. هنا بقى بعد ما مسكت اللفت قطعته ومسكته بقى غسلته كويس قوي كده، نقعته الاول في ميه عشان لو في اي طينه في اي حاجه تطلع منه، ومسكته بقى نضفته وخلطته زي القشطه اهو. هنا بقى بجيب عليه شويه ملح وبقلبه فيه كويس كده، وبسيبه فيه حوالي يجي 3 ساعات 4 ساعات. انا كنت مثلا هنا عاملاه من الصبح، وعلى اخر النهار كده كنت انا بقى ايه خللته. الملح دون بقى باحطه ليه؟ عشان خاطر بيخلي اللفت بتاعي ينزل المية اللي فيه وبينزل اي سكرة فيه. هسيبه بقى هو لحد اخر النهار وبعدين ايه هخلله معاكم. هنا بقى بعد ما قعدت بقى اللفت هو لاخر النهار، يعني كنت عامله من الصبح وجيت بقى العصر ايه اخلله. هنا بقى جبت البولة بتاعتي فيها شوية مية، وفيها بردك شوية ملح ومعلقة سكر. معلقة السكر اللي انا حطاها دي بتخلي معايا اللفت يبقى مقرمش وطعمه حلو. ما حطيتش بقى خل عشان الخل بيهري اللفت معايا وما بيخلوش يقعد معاكم فترة اطول يعني. ودوت البرطمان بقى اللي انا بخلل فيه، هو انا اصلا كنت مخلله فيه كذا مره فهو متعقم ومش يعني مش محتاج يعني تعقيم، وغسلاه كويس برضه. هحط بردك اللفت بتاعه هو في قلب البرطمان، بصفيه بردك من الميه. وانا بردك كنت شاريه بنجرايه، مسكتها بردك قشرتها، وبحط بردك في كل شويه كده احط شويه بنجر بيحمر الميه بردك بيخلي اللون اللفت معايا حلو. هو كده كده بردك اللفت بيحمر نفسه، فممكن بردك ما لو انتوا مش عايزين تحطوه ما تحطوهوش عادي. واحنا دلوقتي بقى في موسم البنجر، دلوقتي البنجر حلو قوي، بنضيفه في اي اكل بيخليه طعمه بردك حلو ومفيد جدا لاي حاجه بنحطها، طماطم اي حاجه. هنا الطماطم بتاع قصدي الميه اللي نزلت من اللفت بتاعه، هو شايفين خر ميه قد ايه. هقلب بقى الملح اهو كله دوت ملح خشن. انا بحب اخلل اي مخلل بالملح الخشن ده. الملح الخشن دوت بصراحه بيخلي المخلل يقعد معايا فتره اطول عن الملح اللي هو الناعم ده. انا جربت دوت وجربت دون لقيت الملح الخشن الصراحه بيبقى حلو قوي في التخليل عن الملح الناعم.
هانزل بقى بالمَيّة اهيًا كلّها على الليفت، هاغطّي الوش بتاع الليفت بتاعي كده بالمَيّة، هو الملح كده بقى هيبقى يدوب في المَيّة، أنا نزّلته بقى كده إكمنه بياخد وقت كتير أوي على ما بيدوب يعني في المَيّة. كده بقى دوًّا بقى أنا خلاص خلّلت أهوّة المخلل بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، بعد 3 أيام بالضبط باطلّع منه وبناكل، بيبقى بقى طعمه حلو. هنا أهوًا بعد ما خلّصت أهوًا باوريكم شكله أهوّة في البرطمان، باغطّيه بقى كويس وباسيبه وبعد 3 أيام باجيب منه وبناكل منه بيبقى طعمه حلو. هاوريه لكم برضك بعد ما اتخلّل. هنا بقى بعد 3 أيام أهو ما شاء الله شايفين اتخلّل أهوًا وبقى جميل، ودلوقتي بقى المَيّة بتاعته احمرت أكتر. شايفين يا حبايبي طعمه بقى والله العظيم جميل، والحُدق بتاعه مضبوط، لا هو حادق أوي ولا هو دلع أوي، وبيقرمش كده في البُق وطعمه جميل، والعروق ديًّا برضك طعمها حلو أوي. وبكده بقى يكون الفيديو بتاعي معاكم انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.